بس هل هي عدوى الأسبال؟ تصل مدينة القنيطرة أكوام من النفايات تحاصر المدينة منذ أيام، لأن عمال النظافة في إضراب عن العمل. أمر النظافة مفوض إلى شركة خاصة. الروبورتاج من هناك لبشرى رئيف ونبيل البردعي. منظر مقزز أصبح مشهدا يوميا مصاحبا لساكنة مدينة القنيطرة أينما ارتحلوا، فهم محاصرون بأكوام من الأزبال تتزايد كما كرة الثلج منذ أسبوع، والسبب إضراب عمال النظافة التابعين لشركة النظافة تكمت. الريحة والله إلا كاين نقلبي شحال مسكين يدوروا هكايا حشومة عليهم كاع. السيمانة هذه والزبل مجموع هنايا ما كيجيوش يجمعوا، وليداتنا كيشموا الريحة وحنا مكرفصين، والزبل وصل لنا حتى للديور. ما عرفناش من الناس، واش من الخدامه ولا من الناس ديال الجماعه ولا من الناس ديال الشركه. هادشي اللي كيديروا فينا بزاف هاد الناس هاد، والله الا بزاف بالله، حشوم عليهم عيب وعار. أطراف ثلاثة معنية بهذا المشكل، شركة تكماد والجماعة الحضرية للمدينة، وأولهم طبعا عمال الشركة الذين يخوضون إضرابا احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية، وللتأكيد على أن مطالبهم قانونية ومشروعة. بسيطة وعادية، أولا فيها أدوات العمل، المكنسات، المدرات، القفازات. تصوروا انه العمال كيشتغلوا بدون قفازات منذ بدايه هذه الشركه. كاين مطالب ديال المنحه اللي منصوص عليها في دفتر التحملات، كاين منحه ديال الدخول المدرسي شي خداها وشي باقي ما خداهاش، منحه ديال العاشوره مازال لحد الان حتى واحد ما خداها. المسائل اللي عندها علاقه بالجانب التقني او بالجانب المادي تم التقدم فيها مع المكتب المحلي ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في الحوارات الاخيره. النقطه الخلاف اللي بقات هي واحد المجموعه ديال المنح اللي كيطالب بها المكتب، كتشمل بالضبط جوج ديال المنح، ما يسمى بمنحه الجوده او منحه المردوديه. هذا البريم المردوديه هو ما موجودش عند الشركه، لا في الكايد شارج لا في البروغرام ديالها ديال 2012. قالت الشركه انها ما يمكنش تتكلم على المردوديه، هي بدات هذه 5 شهور، واخا حنا دافعين عليه كجماعه، دافعين على هذا البريم بقوه. الشركه قالت ما عنديش البروغرام ديالي، ما يمكنش نعطيه لهم، وانا مازال ما تخلصتش حتى ريال من نهار بدات الى اليومين هذا، والله بدات هذه 5 شهور. بين رفض الشركة لبعض مطالب العمال وبين تحقيقها للبعض الآخر، يبقى المتضرر الأكبر من هذا المشكل سكان المدينة الذين اختلطت عليهم الأمور لدرجة أن بعضهم أمس يرمي الأزبال في أي مكان.